صباح الفل على كل الزملاء الجمال، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا أنا بقالنا فترة كده من أول ما ابتدى رمضان الزملاء يا عيني طبعا بيتكلموا على قصة الكي بي ايز، وإزاي إن هم الوقت قليل جدا إن هم يعملوا الزيارات، خصوصا لما يكون بقى عندك 10 12 زيارة، بالإضافة إن في دكاترة كتير طبعا بتبتدي إنها يا اللي بيطلع عمره في اخر العشر الاواخر، يا اللي بيقفل الزياره خالص طول الشهر، يا اللي بيجي مثلا العياده بعد التراويح، فبتلاقي الوقت عنده قصير ان هو يقابل، فبيقابل ممكن يا دوبك اتنين تلاته وخلاص على كده. ففعلا يعني الناس عندها حق، لان احنا في الشارع فعارفين الوضع عامل ازاي. حتى الشركات نفسها بتيجي في الاوفيس بيز دي، طبعا ان هم الناس اللي هم بيبقوا شغالين في الاوفيس بيبتدوا ان هم يظبطوا لهم الوقت بتاعهم، يجوا ساعه متاخر ويجي ايه مثلا يروحوا ساعه بدري طبعا. طيب هنا انا لو هنتكلم بقى زي ما نقول كده بصراحه على طول، طبعا المشكله مش عند الشركه، المشكله مش عند الشركه تماما خالص، المشكله في اللايرز اللي هي فوق الزميل الميديكال ريب، اللي هو ابتداء من الفيرست لاين مانجر، بالريجونال مانجر، بالبيزنس يونت، بالدايركتور. كلنا المشكله عندنا كلنا. ليه؟ لان حضرتك المفروض عارف طبيعه الشغلانه، وانت مع الزميل في الفيلد ففاهم ايه اللي بيحصل، فاهم ان الزيارات في الوقت ده صعبه. فالنهارده لو انت بتحط على الكي بي ايز فلوس، فانت عندك مشكله كبيره جدا مع الزميل ده، ان هو يا عيني هيبقى محبط مش عارف يعمل الزيارات. لو هو حتى انت مش حاطط له فلوس، بس هو في الكي بي ايز دي بيتحاسب عليها وهتوقعه في الابريزل والحاجات دي كلها، فانت برضه عامل له مشكله. فلازم ان انت زي ما بنقول كده، هو عاملين فيزنج في التارجت، وكنا اتكلمنا عليه قبل كده، يبقى في فيزنج في الشهر دون للكي بي اي، ان الكي بي اي تنزل شويه تقل شويه، مش لحاجه، مش لدلع ولا مرقعه ولا الكلام ده كله، لا انت لازم تكون حاسس بالشخص ده وبتديله وبتهيأ له الظروف الكامله ان هو يشتغل صح. تمام؟ رمضان مش بتاع قاعده في البيت، انا اسف في الكلمه، الناس اللي هتقول لك رمضان شهر عباده، هو شهر عباده، واللي انت بتعمله كشغل عباده، وما يعطلكش طبعا عن ان انت تصلي وصلاه التراويح وكل الكلام ده كله طبعا، لان شهر روحانيات فيه اعلى من اي شهر تاني طبعا. ده رمضان احنا كنا بنستناه من السنه للسنه، لكن برضو اللي انت بتعمله على فكره عباده، الشغل عباده، لكن لازم برضو الشغل ما ياثرش على العباده ولا العباده هتاثر على الشغل. فلازم احنا بقى، بص اهو انا بقول يعني انا اهو لازم اوصل لمديري ومديري يوصل لمديره ان لازم الكي بي اي في الشهر دون تبقى تقل شويه، وليكن ببرسنت 10 15%، لان الفيلد كده مش دلع، حمايه. بص بقى خد بالك بقى من اللقطه اللي جايه دي، حمايه للزميل الميديكال ريب، انا بحميه من مين؟ من اصدقاء السوق اللي هم ممكن يكونوا بيخلصوا الصلاه ويقعدوا على القهوه لا بهزر طبعا، بس بحميه من نفسه، بحميه من تفكيره ان هو الراجل دون مش عارف يعمل الزياره بتاعته، فممكن يعمل حاجه غلط، ممكن يعمل فولس فيزن. تمام كده؟ فارجو من الشركات كلها، مش من الشركه بقى، هنا مش بتكلم على الشركه، ارجو من الناس القائمين اللي هم من اول الدايركتور، بزنس يونت، ريجونال، فيرست لاين مانجر، يقعدوا مع بعض ويظبطوا الكي بي اي بتاعت الشهر ده، بحيث انها يبقى في شغل كويس، شغل محترم، وما يجيش على الشركه، وفي نفس الوقت الزميل يبقى شغال مش قصه براحته، بقدر ما ان انا بحميه من نفسه، بحميه من ان هو يغلط. في فرق كبير جدا ان انا بحط الرولز عشان اتصيد الاخطاء، وفي فرق كبير جدا ما بين اني بحط الرولز عشان احمي الشخص. تمام؟ صباحكم بيضحك، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب كده الناس تبقى سمعانه وتبتدي انها تغير شويه في الشهر ده في الكي بي اي، وتبتدي تظبطها عشان الناس تشتغل باريحيه وتديك الفول كاباسيتي بتاعتها. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب الايام دي كده تبقى ايه كلها ايام بركه علينا يا رب.